السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من ورشة أولاد أبو وحيد. النهاردة هنتكلم عن تلف السبيكة، وده يعتبر تاني أو تالت فيديو عن تلف سبيكة عمود الكرنك. اتكلمنا عن الفيديوهات السابقة عن تلف السبيكة وأعراضها والأسباب. هنضيف النهاردة فيديو تاني ونكرر لأحد المتابعين أو للمتابعين بالكامل عشان الكل يتفادى تلف سبيكة عمود الكرنك أو تلف حوامل عمود الكرنك. المكنة دي جاية امبارح، يعتبر عملت لدعة سبيكة أو حصل تلف في سبيكة عمود الكرنك زي ما انتم شايفين، تلف كامل، ولكن عمود الكرنك الحمد لله بحالة جيدة، وعملنا له صنفرة شغل يدوي. يعني العمود ما وصلش لمرحلة التلف الكامل، لأن معروف عمود الكرنك العزاء العشرة الصيني ما بيتخرطش، وإن اتخرط غير مضمون. من ضمن الأسباب اللي تلف السبيكة نقص حاد أو نقص حاد في زيت المحرك، انقطاع مضخة الزيت أو بمب الزيت أو طلمبة الزيت على حسب المسمى في كل دولة، التركيب الخاطئ لسبيكة الكرنك، أو ترك مسافة أو عدم التركيب أو أخذ الخلوص المطلوب لسبيكة الكرنك، اللي هي الفاصل ما بين ركبة عمود الكرنك وما بين جسم السبيكة. هنتكلم عن أسباب النقص الحاد أو النقص الحاد بزيت المحرك. يعتبر من ضمن الأسباب في النقص الحاد أو النقص الحاد في زيت المحرك أسباب عديدة، منها تلف حلقات المكبس أو شنابر البستم، أو كسر إحدى حلقات المكبس، أو ضعف كبس المحرك. كل ده يؤدي إلى نقص حاد في الزيت، ولكن في سبب رئيسي في نقص الزيت المحرك، ألا وهو فلتر سحب الهواء، اللي هو ده هواية المحرك أو فلتر المحرك. وبرضو نزلنا فيديو عن كيفية تنظيف فلتر المحرك عشان نعرف أهمية الفلتر ده وأهميته للمحرك يعتبر بالكامل. أهمية الفلتر المحرك إن هو بيعمل عملية فلترة أو تنظيف أو دخول هواء نظيف داخل غرفة احتراق المحرك، ومنع دخول الأتربة من خلال دخولها لصباب سحب الهواء. وطبعا بدورها بيؤدي إلى صنفرة جدار السلندر، خدوش داخل جدار السلندر، كسر حلقات المكبس أو حلقات المكبس أو الشنابر أو البستم الخاص بالمحرك العزاء اليدوي. طبعا من ضمن عدم النظافة. ده الفلتر يا جماعة، ودي السفنجة اللي المفروض بتتنضف. ده
ده يا جماعة الفلتر. طبعا ونيجي نعرف او نسأل عن اسباب نقص الزيت او نقص عزم او تقليل عزم المحرك، او فقد كبس المحرك، او تدني كفاءة المحرك. يعتبر السبب الرئيسي هو فلتر سحب الهواء داخل المحرك، او ما تسمى العمة على حسب برضو المسميات. ده فلتر الهواء او الهواية اللي بتفلتر هواء الموتور داخل غرفة الاحتراق. ده كان فيديو على السريع، ويا ريت نهتم يا جماعة بنظافة الهواية ديت، لان دي مهمة جدا، مهمة جدا جدا للموتور. عدم تنظيفها يؤدي الى تلف اجزاء عديدة داخل المحرك، منها الشنابر، منها السباكة، منها نقص الزيت، اشياء عديدة، منها احتراق الزيت قبل الموعد المحدد. المفروض نحل ونعمل عملية تنظيف. ريت البنزين مش هيكلفنا شيء، نبيتها فيه ونغسلها. الكوباية دي بيتحط فيها غطا زيت، ومش لازم زيت نظيف، زيت راجع عادي، لان ديت عبارة عن مصيادة للأتربة برضو ديت. اهي، وبرضو قوة الهواء المفروض تتنضف اهي يا جماعة اهو. كده تضمن ان الموتور بتاعك يشتغل بكفاءة عالية. غير كده ما تسألش في تشغيل الموتور او كفاءة الموتور او اي شيء من الموتور انه يشتغل بالطريقة دي اهو. اتكلمنا قبل كده وفي فيديو في قائمة التشغيل الخاصة بالقناة بتشرح تنظيف الفلتر الخاص بالعزال اليدوي. شكرا، وما تنسوش اللايك ومشاركة الفيديوهات وتقييمنا من خلال التعليقات. واللي محتاج اي سؤال سواء من مصر او من خارج مصر يتفضل يسأل. وما تنسوناش في الدعم المحتوى الخاص بالقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.